السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بطريقة لذيذة وسهلة جدا لمحشي الكوسة والفلفل في الفرن. الطعم رهيب والتسوية كمان. تعالوا ما نشوفوا مع بعض الخطوات من البداية للنهاية، وكمان نعملوا خلطة المحشي بتركاية بسيطة. هنحط بقى بصل كده بكمية حلوة، لأن المحشي بيبقى عايز بصل كتير، ونحط له مادة دهنية سمنة وزيت عما يدبل ويحمر معانا. نكون اشتركنا في القناة، قناة يوميات أم زياد وبناتها، تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا له تعليق حلو من قلبكم وتعملوا له لايكات. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهو احمر معانا، هياخد بقى اللون الحلو ده. نضيف عليه الطماطم ونقلب بقى كده، ونضيف له نص معلقة سكر علشان حموضة الطماطم. وغلت اهي يا حبايبي، ولونها حلو والطماطم بتاعها كتير. ونضيف عليها مكعب الزبدة عشان ما نبخلش على المحشي بحاجة. لازم تكلفي عليه وما تستخسريش فيه حاجة. كل ما تكلفي عليه كل ما تاخدي نكهة منه وطعم ألذ. ونحط كمان التوابل، هنحط ملح وفلفل وبهارات مشكلة وبابريكا وشطة وكزبرة وكمون. أهم حاجة ما تبخليش وما تستخسريش. الاتنين مع بعض. المحشي عايز تكلفة وتسبكي له وتحط له بهاراته وتظبطيه، تاخدي منه احلى نكهة واحلى طعم. اهو يا حبايبي، هي كده بقى الصلصة بتاعتها طابت وبقت حلوة وجاهزة بقى اللي احنا ايه نضيفها على الخلطة بتاعت المحشي. هنجيب رز كنا غاسلينه، وهنضيف عليه شبت وكزبرة، انا مقطعة الاتنين. وكمان احلى حاجة بقى البصل الفريش دي اللي بتقطعيها وتضيفيها على المحشي، بتدي تسكيرة وطعم جميل للمحشي. ونحط عليها الاضافات بقى، الصلصة اللي احنا لسه عاملينها. نقلب بقى كل ده مع بعضه ميكس كده مع بعضه، ولا احلى من كده والشكل جميل قدام حضراتكم. نحشي بقى الكوسة والفلفل لحد تلتينهم بس، علشان الرز لما يستوي ما يطلعش بره. وكمان الصبع ما يكونش مليان الرز يطرشق مننا ويبقى الشكل مش كويس وشكله مش حلو في الصينية. كل حاجة قدامكم اهي بوريها لكم. انا مليته تلتين اهو، وسبت الفاضي ده علشان ايه لما الرز يطيب. والفلفل كذلك برضه اهو. كل حاجة قدام عينيكم وقدامكم، ولا احلى من كده. حشيتهم بقى كلك اهو. هنجيب بقى صينية ندهنها معلقة زيت وندهنها بالفرشة كده. وبعد كده بقى نرص الفلفل كله، ونكون ساعتها مولعين الفرن على نار متوسطة. وهو اصلا المحشي مش هياخد طياب كتير، يا دوب من 45 ل50 دقيقة ويكون طاب. او يا حبايبي بنرصوها اهو. ونكون غاليين الشوربة، نسقيه بالشوربة. ولما نيجي نسقيه ما نملاش الصينية كلها، يا دوب بس يغطي نص الصباع. ان كان الفلفل او الكوسة ما نملهاش للاخر، لان الخضار بيسرد مية ولسه هيجيب المية اللي فيه. وهو يا حبايبي بعد ما طلعناه من الفرن شكل المحشي جميل بعد ما استوى وريحته تجنن والطعم احلى كمان. جربوه وقولوا له رأيكم في التعليقات، مستنية رأيكم. وكمان ما لزقش اهو، بوريكم والصوبع مش طالع منه الرز ولا اي حاجة اهو. شوفوا بقى تقديم الطبق وحلاوته وشكله ولونه اللي هو خدوه في الفرن، ولا ألذ من كده، والريحة والطعم جنان. وبألف هنا وشفا يا حبايبي.